في عالم الدنيا فيه خلاص، الناس بتجري والزومبي في كل حتة. واحدة حياتها كانت بسيطة، وفجأة كل حاجة اتقلبت في ثانية. اتعضت وبقت زومبي. بس الغريب، قلبها لسه وسط الدم والخراب بتحاول تحمي بنتها وتربيها في عالم ما بقاش فيه رحمة. دي حكاية نهاية العالم ما قدرتش تسرق منها أمومتها. لو فاكر إن الزومبي وحوش بس، استنى وشوف الحكاية دي. كارثة طبيعية قلبت الناس لكائنات لا تعي ولا تختار، واللي قدر ينجو منهم بقى فرائس. وسط الوحوش دي كانت في واحدة حامل بتحاول بكل قوتها تختفي من ورا واحد مرعب كان بيرقص وراها. الحظ كان واقف معاها ساعة ما انشغل الوحش بحاجتين في الردها، بس ما فاتش كتير لغاية ما ظهروا كائنات متحولة أكتر. صاحب البنت اتقتل، وبعدين بقى وجبة واحدة من الوحوش الوسخة دي. الدنيا كانت دم وخراب، المكان كله زاحف بالمخلوقات دي. والست الحامل اللي في النص حاولت على قد ما تقدر تختفي، لكنها أصلا اتعضت وجسمها بيبدأ يتحول. الوقت بيجري ومش قدامها كتير، لازم تولد قبل ما تبقى واحدة منهم. حشت قماش في بطنها عشان تسكت نفسها وجهزت نفسها لوجع الولادة، وكانت بتسمع صراخ اللي حوالينها كلهم بيتقطعوا قدام عينيها. جسمها بيتغير بس هي بتشد في نفسها، عاوزة تفرقع الطفل وتكمل بنفسها. بعد 7 سنين المكان لسه زاحف بالوحوش، وفي شقة واحدة لقينا بنت صغيرة بترتعش في ركن هادي. سمعت خطوات تقيلة تقرب منها وخافت، بتمسك بتمها عشان ما تعملش صوت، لكن مفيش فايدة. الوحش لقاها. البنت حاولت تهرب لكن اتقبض عليها. الوحش فتح بقه عشان يعضها، بس ما تزعلش، الوحش ده مش هيأذيها، ده في الحقيقة أمه، والاتنين بيتلعبوا لعبة غريبة من الغميضة. فعلا الوحش المتحول ده هو نفس المرأة الحامل من 7 سنين، والبنت الصغيرة دي ابنتها. رغم كل حاجة، الأم الوحش ممتنة إنها بقت أم. بعدها بنتنا الصغيرة تشاكبو كانت مصرة تطلع تتفسح، لكن أمها رفضت، وده زعلها جامد وبكت. قالت لها إنها نفسها تطلع معاها وتلاقي حاجة اسمها جمدل. ممكن تكون مليت من الاسم ده، بس هتعرف عنه قريب. الأم الوحش قالت لتشاكبو تسكت، لكن وش بنتها نرم قلبها. حاولت تفهمها إن بره خطر، بس الوعد إنها تجيب جمدل وترجع أسرع ما تقدر. بعدين الأم الوحش طلعت تتجول في الشوارع المليانة وحوش. واحد منهم هجم عليها فجأة، هربت بسرعة وطعنته بحاجة سليمة من كبسولات جسمها. الوحش واقع مش قادر يتحرك. المنظر خلاها تتعشى، الطعم غريب لكن جعانها تروق. بعد الأكل شافت ناس يحاولوا يقاوموا الوحوش، واحد ماسك كشاف والتاني مسدس. الأم الوحش استغربت من جهلهم، بتنور بالكشاف وتضرب بالمسدس كأنهم بيدعوا الوحوش تيجي. بسرعة رمت حجرين، واحد كسر الكشاف وغطى الدنيا ضلمة، والتاني ضرب الراجل اللي مع المسدس على دماغه. بعد ما خلت المسدس لا ينفع، تقدمت ناحية الراجل اللي مع الكشاف، واللي حصل بعد كده محدش يعرف. بعد فترة الراجل ده بيهرول منهج، واضح إنه تهاجم، والناجين سرقوا منه سلاحه وحاجته. وهو بيدور على مكان يختفي فيه، قابل الأم الوحش، بيهاجم عليها، بس فجأة وقف، حاسس إنه ما ينفعش يأذيها. الراجل ده اسمه جمدل، الراجل اللي بنتنا بتتكلم عنه. الأم الوحشة حضنته وهو مرعوب من المفاجأة، مذهول إنه مش بس جت تديه، كمان رجعت شنطته من اللصوص. أما اللص اللي خد شنطة جمدل وقع في قبضة الوحوش وبكى من الرعب قبل ما يبقى وجبة لذيذة. المشهد بيرجع شوية للورا. 7 سنين فاتوا. جمدول بيتمشى في مكان مهجور، بيدور على حاجة مفيدة، ولقى كشاف. كان نفسه يرجع بس قرر يدخل أكتر. سمع أصوات في أوضة، وراح بحذر بمسدسه والكشاف قدامه. اللي شافه صدمه، وحش بدون أطراف بيزحف على الأرض. مش فاهم إيه اللي بيحصل، بس حس بالخطر. بس قبل ما يمشي سمع صوت وجرب يستكشف. لقى سير مربوط بحنجرته، وكان في وحش بتاع دم عمال يرضع طفل صغير. حاجة غريبة ومحيرة، ودي كانت أول مرة قابلها فيها. ودلوقتي الأم الوحش دي بتنزل تحارب الوحوش بكل قوة، وجمدول مبسوط قوي إنها معاه زوجة قوية جدا. فجأة بيوصلوا لنهاية المبنى، والأسلوب الوحيد للهروب إنهم يقفزوا. جمدول مطلع مسدسه مستعد. قبل ما يواجهوا الوحوش فجأة حد شده من وراه، والبنت مسكته بعصاية حديد مش عايزة تسيبه. الوحش اللي بيهاجمه مش عادي، متوحش جوعان، لكن الأم الوحش بتقاوم بشراسة. أما تشاتجو قاعدة في البيت بترسم لنفسها ولأمها وجمدول، مستنية رجعتهم. جمدول في وسط المعركة، الوحوش حواليهم على كل جهة. الأم الوحش بتتعب بس مش مستسلمة، ما بتسيبش رجلها. قررت تخلي العصاية، استخدمت مجساتها وطرحت وحش على راس الوحش الكبير، وبعدها غرست إبرة حادة في لسان الوحش اللي ماسك رجل جمدول. اللحظة دي طلعت من تحت تهوية الدنيا. جمدول مسكها وقاعدين بيتنزلوا في فم الوحش، والشنطة الكبيرة بتاعته خففت من واقع السقوط. جمدول نط وارتاح بسرعة، مسكها وجروا حوالين الوحش الغاضب. الأم الوحش بتأنبهه على تهوره، وهو بيعتذر، أكيد اللي حصل ده كله غلطته. فجأة طعمتها ناب في بطنها.
نفس الوحش اللي بيطاردهم رجع يهاجم، لكنها قالت دي مجرد خدش. بعدين وحش تاني مسكها من حلقها، وجمدول دور في شنطته على حاجة. الأم الوحش بتضرب الوحوش بملحقاتها. جمدول لقى قنبلة ورماها، تفجرت وخسرت عدد كبير من الوحوش. اللعبة مستمرة، ورمى قنابل تانية، والوحوش اتدمرت في نار. في النهاية الأم الوحش قررت تعمل حاجة خطيرة. مسكت القنبلة من جمدول وقفزت في الهواء. الوحش الكبير فتح بقه متوقع يلمها، بس القنبلة انفجرت في وشه. الأم الوحش رفعت صباع الفوز، والظاهر إن جمدول مبسوط جدا بمراته الشجاعة. رجعوا الشقة. الأم الوحش شالت هدومها، وجمدول شاف إن جرح بطنها اتعالج تمام. هي فاكراه يبقى أكتر واحد حذر، وهو فعلا حامل عيلة. بعدها قرروا يلاقوا بنتهم تشاكبو، اللي ركضت تحضن أبوها بحب وفرحة. تشاكبو ورته اللوحات اللي رسمتها، وجمدول شجعها وشلها شوكولاتة. البنت فرحت لدرجة إنها بتقفز. الأم الوحش بتبص لعيلتها بحب رغم كل العذاب اللي عايشينه، بس كل مرة بتشوف ابتسامة بنتها بتتحسس بالشجاعة. في لحظة حد واقف بره باب الشقة، واضح إنه ما بيحبش يشوف عيلتهم سعيدة. جوه الشقة العيلة بتشارك وجبة، وتشاكبو بجنبها تقدم أول لقمة لجمدول وبعدين لأمها. الأم بتتردد تاكل، والبنت بتصر إنها تاكل، وجمدول بيوضح إن مامتهم شبعانة، بس تشاكبو مش مقتنعة. البنت فضولها كبير، عايزة تعرف إزاي أمها بتاكل وهي عمرها ما شافتها تاكل. الأم مسكت إيد البنت وطمئنتها إنها مش محتاجة أكل، إنما هي اللي تاكل وتاخد حقها. تشاكبو بتاكل بحزن، بعدين أظهرت سعادة لما لقت بسكوتة، وبتقول لأمها إنها حلوة قوي. حاولت تخلي والدتها تدوقها. الأم متوترة مش عارفة ترفض البنت من غير ما تزعلها، وبتاخد البسكوتة بيد مرتعشة. بس تشاكبو سحبت البسكوتة بسرعة عشان عايزة تكمل الأكل، وحاولت تكسره نصين لكن ما تقسمش بالتساوي. البنت في حيرة، تعطي الكبيرة لنفسها ولا الصغيرة لأمها، وفي الآخر فضلت تعطي الصغيرة لأمها اللي برضه متمسكة بلمتها. وش تشاكبو كان واضح عليه إنها عاوزة تاكل كل البسكوتة لنفسها ومش عايزة تضغط على أمها، فقررت تاكل كل الباقي. فجأة افتكرت إنها لازم تخلي أمها تاكل منهم، وجمدول سألها على طرف المزاح، بس البنت أكلت البسكوتة كلها وجربت تاني. بعدها تشاكبو ما بقتش سايبة أمها، بتقلقها كل شوية. الأم الوحش زهقت وقالت لها تتوقف من إزعاجها بتلويح ليها إشارة بإيديها، وسألتها إذا كانت بتحب تهزر معاها كده. البنت كانت على وشك تبكي، وشرحت إنها بس كانت خايفة عليها من كتر ما عمرها شافتها تاكل. الأم الوحش حست بثقل اللي في قلب بنتها، وحطت صباعها على كفها الصغيرة وقررت تحكي الحقيقة. خبتها كتير، بس دلوقتي ما فضلهاش مفر. أخدت نفسها عميق وعلى وشك تحكي لتشاكبو إنها بتشتهي بس اللحم والدم، بس لما لمست إيد بنتها دفعت الغريزة الوحشية بتاعتها تتفجر، وقالت فمها الدم ينزل من مناخيرها، وأحاسيس الأم تصارع عشان ما تأكلش بنتها بأي تمن. المشهد تغير، وكل اللي سمعناه كان صوت الباب بيتقفل. جمدول رقد يشوف، لكن لقى البيت فاضي، وتشاكبو أكدت إن أمها خرجت فجأة. بره الأم الوحش كانت بتمزق مخلوق تاني، ما قدرتش تتحكم في رغبتها لما شافت دم بنتها، فهربت بأسرع ما يمكن عشان تلم نفسها. بعدها العيلة الثلاثة ناموا في سرير واحد، وتشاكبو بين أبويها. الأم الوحش فكرت قد إيه دم الطفل حلو، وحست بالمسؤولية، ووعدت تاخد بالها أكتر قدام بنتها وتحميها على طول. اليوم التاني الأب خرج مبتسم وقال لهم يحافظوا على نفسهم، ويطلب من تشاكبو ما تصحيش أمها عشان ترتاح. البنت وافقت وطلبت منه يجيب لها شوكولاتة. فورا بعد ما راح ابتسمت ابتسامة مشاغبة، وخططت تخرج تستكشف. خرجت في الشارع ماشية جنب جثة وحش ميت، ما اهتمتش. شافت ناس تانية ماشية ورسمت على حيطان دم وكملت طريقها. التفت في شارع صغير ولقت شوية حلويات بين الركام، فرحت قوي وحلمت بالثناء من أهليها، بس مش أكيدة تقول لهم ولا لأ. وصلت وهدفت تلاقي شخص اسمه اتش. على الطريق اتشافها 2 رجالة مبسوطين إنها لسه عايشة. الراجل اللي ماسك خنجر بيفكر يطلب فدية غالية، والنصابة بتقول لو هي يتيمة مش هتنفعهم. الراجل مسك يفكر يبيعها لقبيلة أكالة لحوم، ونعرف بس إنها بنت مش ولد. فتح الطريق قدامهم، والبنت دخلت يمين، والست اللي معاهم زودت السرعة. ما يعرفوش إنهم هم اللي هيبقوا فريسة دلوقتي. حد جاي بمضرب في إيديه ضرب الخنجر على طول. الست وقفت وبصت ولقت عجوزة بيضة شعرها قريب من الموت، لكن مش خايفة. سألت مين دي، وافتكرت يمكن هي وصية البنت. الست البيضة ما تردش وبصت بعيون ميتة. بعدين التانية حاولت تخدعها، ولما استدارت التقتها لمسكتها على رقبتها وضربتها بفأس مرة واحدة. تشاكبو واقفة ورا الحيطة بترتعش، ولما الست البيضة دخلت عرفنا إنها هي اتش اللي البنت كانت بتدور عليها. وحش هجم عليها، بس اتش قطعه بفأسها، وأول ما الوحل اتلمس الشمس تلاشى. اتش رجعت للبنت وطلبت منها تبقى دايما حذرة في دخول الأماكن المظلمة، وما تروحش لحد غير والدها ووالدتها واتش نفسها،
وأهم حاجة ما تمشيش لوحدها. اتش زعلت من شاكبو لأنها ما اتعلمتش لغاية دلوقتي، وقذفت نظر مثيرة عليها تخليها تهدى. بس البنت أصرت إنها كبيرة وعندها حق تطلع لوحدها، واتش وديها مكان كبير للكبار. شاكبو كانت مبسوطة، بس لما وصلت مكان مسود بقت خايفة، واتصلت باتش اللي جاوبتها بس بسخرية، وقالت لها إن الوحوش بتحب الأماكن الغامقة والكبار بييجوا علشان يلاقوا حاجات غالية. المكان مليان دم ومقاتلات. شاكبو وقعت على شيء ودم على ايدها، خافت وبدأت تبكي وطلبت الخروج. اتش ظهرت تاني وفهمتها إن الكبار بيروحوا هنا رغم خوفهم عشان يعيشوا، ولازم دي تكون قاعدة في دماغها. وراحوا سوا من المكان المدمر ونازلين شققهم بعد ما رجعوا من بينهم جثث وحوش على الأرض. وصلوا الشقة واتش قررت تودع شاكبو، ووعدت تشوفها لما تطلع مع أهليها، وطلبت منها ما تحكيش لأي حد عن اللي حصل. وفجأة البت الصغيرة طلبت طلب غريب، قالت لهيرا تقعد، وهيرا ما كانش قدامها حل غير إنها تلتزم. شاكبويتش رد عليها بنقرة لطيفة على راسها، كانت دي جزاء دموعها اللي نزلتها قبل كده. بعد كده شاكبويتش سلمت هيرا حلاوة كانت لاقياها في مغامرتها، وودعها بابتسامة كبيرة وهي راجعة بيتها. الحلاوة دي سابت أثر كبير في هيرا وخلتها تبتسم من جواها. حست إن البت الصغيرة دي بقت أقوى بكتير من اللي كانت متوقعة، وده خلاها تصدق إن شاكبويتش هتبقى شخص مميز جدا. في نفس اللحظة شاكبويتش لما قربت تفتح الباب لاحظت إن لون صباعها اتغير. بنرجع للماضي في وقت الشتاء، بنشوف أم وأب شاكبويتش بيقلبوا في الردم يدوروا على حاجة قيمة. الأب لقى سكارف وحطه حوالين رقبة الأم الوحشية، لفتة دافية خلاها تحمر من الخجل، وتأثرت بالهدية جميلة. اتعانقوا بشدة ونسيوا البصق لحظات عن بنتهم. الأب نادى على شاكبويتش بس سرعة فهم إنه مش لاقيها في أي مكان. في الوقت ده البت الصغيرة كانت في مغامرة لوحدها، بتستكشف وبتدور على حاجة مفيدة، ولقت هيرا لأول مرة قاعدة على الأرض ورديها بتظهر عليها الجرح. كانت هيرا بتعاني عشان تلف دماغها ناحية شاكبويتش. لما بصت كانت أول حاجة قالتها امشي من هنا، بس شاكبويتش مش كانت متأكدة لو تسيبها في حالها وهي مصابة كده. هيرا بصت لها بنظرة قاسية تحاول تخوفها، بس الصغيرة ما خافتش، بالعكس سألتها بكل براءة وفضول امشي يعني ايه، لأنها ما فهمتش التعبير. هيرا بقت أدق وقالت لها تروح لوالدينها وتوقف إزعاجها، لكن بدل ما تطيع شاكبويتش ماسكة إيدها المصابة وبتنفخ عليها عشان تدفيها. هيرا بسرعة جرت البنت بعيد عنها، بس وقفت فجأة لما لاحظت قصدها الصادق. دي كانت بداية لقائهم. الصغيرة صحيت فجأة من حلمها، وبعد شوية نامت تاني، والأهليها لقيناهم بيتخبوا من الوحوش غاضبين إن الغيوم السوداء خلت الوحوش تمشي بالنهار. الأم قالت للأب مفيش حاجة متبقية، والأسوأ إن دي كانت آخر صيدلية في المنطقة. أب قال يريح شوية، بس الأم ما كانتش قادرة تريح حتى ثانية لحد ما تعالج إصابة بنتها. خوفها كان كبير. الأب حاول يطمنها وقال مش لازم تلوم نفسها، دايما في طريقة للعلاج، بس الأم كانت شايفة نفسها مذنبة، مقتنعة إن ده غلطها في إصبع بنتها. جمدول كان قلقان وشافها بتلوم نفسها وقرر يتكلم بجدية. قال لهم إن بحثهم المستمر عن دواء مش جايب نتيجة، داروا على محلات كتير وأيام طويلة وللأسف ولا حاجة. الأب قرر يروح قرية الأمل، سمع عن دكتور هناك وحاسس إنه أملهم الوحيد. المشكلة إن عشان يدخلوا القرية لازم يدفعوا تمن دخول، بس التمن ده مش عادي، لازم يبقى حاجة قيمة وفايدة. جمدول مش عارف يجيب حاجة كده في الوقت ده. الأم بدأت تبص على إيده بتطرقها بطريقة خاصة وكأنها بتقول له خطة مخيفة. بالرغم من إننا ما فهمناش كل الإشارات بتاعتها، لكن واضح إنها ناوية تدخل القرية دي علشان تلاقي حاجة قيمة. الزوج قلق وقال لها إن المكان ده مليان وحوش، حتى هي مش مضمونة. الأم كانت واثقة، قالت الوحوش مش هتخوفها من خبرتها، وهي لازم تتجنب الوحوش الكبيرة في الزنزانة لأنها أكبر منهم في التعامل معاها. الأب وافق يفضل مع شاكبويتش وسمح لها تروح لوحدها قبل ما تفترق، وعزم يعطيها الكشاف. لما فتح الشنطة لقاها صغيرة نايمة هناك، ما صدقوش عينيهم. لما الصغيرة صحت من النوم ومدت عينيها قابلت نظرة أمها اللي كانت حادة وقوية. شاكبويتش اتلخبطت لما فهمت إنها اتقبض عليها. حاولت تمثل إنها ساحرة طالعة من شنطة، بس التمثيل ما مشاش، وأخدت ضربة خفيفة من أمها وكلام كتير من أبها. الأب جدا متضايق، يمكن أول مرة نشوفه زعلان كده من البت الصغيرة، لكنه كان بس بيترجم غضب الأم. الأم قالت إنهم لازم يمشوا بسرعة لأن مفيش وقت للنقاش. الأم بدأت تمشي وشاكبويتش مسكتها تسألها رايحة فين، لأنها مضطرة تروح مكان خطر عشان خاطرها، وكانت بتتوسل ترجع معاها البيت، بس الأم ما كانتش سامعاه وفضلت ماشية. الأب حاول يطمنها إن الأم هترجع قريب ولازم هما كمان يروحوا البيت، بس فجأة جم خلي حس بألم في بطنه وقرر ياخد راحة عشان الحمام. ساب شاكبويتش وطلب منها تقعد مكانها. في الوقت ده عقل شاكبويتش راح لأسوأ الأفكار، وهي فاكرة تجربتها المرعبة في المكان المظلم، وقلقها زاد لما فكرت إن أمها بتروح هناك. أم الوحش كانت ماشية للمكان اللي رايحة له ووشها مكسوف، ما قدرتش تسيب صورة بنتها الحزينة وهي بتقول لها تمشي. ندمت إنها سابت البت من غير ما تطمنها، وحاسة إنها غلطانة لأنها ما فتحتش الشنطة قبل ما تطلع.
الوحوش حوتوا صندوق كرتوني، شموا ريحة أكل. شكل فيه حاجة عايشة تحت الصندوق لأننا سمعنا أصوات. كل الوحوش جت بسرعة بس لقوا مفيش حاجة. الصندوق كان غرفة أجساد صغيرة تحت الكرتون. الأم الوحش مسكت بنتها بسرعة قبل الوحوش ما تهاجمها. الوحوش هجمت بس الأم جريت وسطهم، داست عليهم وكأنهم خضار، لكن التعب بدأ يدب فيها وبقت صعب عليها تستمر. الصغيرة فضلت تشير بالصبح لفوق. لما الأم رفعت نظرها شافت السماء بدأت تضيء والغرابيط تتشتت. الوحوش حسوا بالألم وهربوا يدوروا على ظل. الأم اضطرت تدخل الزنزانة لأن الوحوش اللي حواليها كلها هتجري للداخل تحمي نفسها. فجأة وحش ضخم ضرب الأم من ورا والبت اتصدمت. رغم الألم الأم حاولت ترد بعنف، بس الوحش كان سريع وضرب الأم ضربات كتيرة في ظهرها. فجأة حد رمى فأس وضرب الوحش على راسه وطاح. الأم ما كانتش عارفة الفأس جات منين وما كملتش تفكير، جريت تاني. وصل جم خالي عند باب المبنى اللي دخلته الأم الوحش. كان تعبان جدا من الجري، المبنى مليان وحوش ومش قادر يدخل يدور على بنته. حس بالذنب لأنه سابها لحاله. اللي رمى الفأس كان هيرا، قرب لجم خالي وخبطه جامد في وشه. جم خالي ما توقعش البت دي، قبل ما يقول حاجة جابت له ضربة كمان. في الوقت نفسه الأم الوحش كانت بتزهق من البت الصغيرة عشان مش قاعدة مع أبوها وبتغضب قوي. البت الصغيرة فطت صباعها على يد أمها وقلت له إنها كانت خايفة وما كانتش عايزة أمها تتأذى. شاك بويتش قالت إنها شايفة تعب أمها وأبوها، لما بيتعبوا ما بيوروهاش، لكنها عارفة التعب موجود وما عايزاش مراتهم تألم بسببها وعايزة تفضل جنبه وتطبطب عليه لما يتألم. الأم تأثرت وباحتضانها بحنية. الوحوش بدأت تحيط بيهم أكتر. الأم راحت تخبيها تحت هدومها وبدأت تمشي وسط الوحوش. قالت لها تقعد هناك ومش عاوزة حد يقرب منهم. وحش قرب جدا. الأم حست بالخوف، حاولت تهدي نفسها عشان ما يبقاش فيه استفزاز. همست للبت الصغيرة ما تردش على شيء. فجأة الوحش حاول يهمس لها لكنها لما تلفت ما لقيتش حد. مش عارفة ازاي اختفى كده بسرعة، بس كملت طريقها وهي عارفة الباب قريب. فجأة ايد ضخمة حاولت تمسكها، قفزت بعيد وخلت معاها مجموعة وحوش تانية. الأم استوعبت إن ده وحش الزنزانة الكبير، مش مهتم بالوحوش التانية، بيجذب أي حاجة قدامه. الإيد ضربت تاني ومسكت الأم الوحش، بس البت وقعت على الأرض قبل ما تتشال. لما شافت أمها اتشدكت وبدأت تبكي، بس الأم قالت لها تهرب. لدهشتها البت سمعت كلامها وبدأت تهرب في الاتجاه التاني بدل ما تقف في مكانها. الوحش بقى مستفز أكتر. الأم لما رجعت للأرض جرحت الوحش في إيده والوحش تألم ورجع إيده. الأم ركضت تدور على بنتها. في مكان تاني في المبنى شفنا الوحش الكبير الست اللي ممكن يكون رئيس الزنزانة. بعدين بنرجع لشنطة شاك بويتش. البت بتجري وراها وحوش، بتمسك دموعها، وقعت ووحش قرب يهاجمها. فجأة وحش تاني يقتل الوحش اللي كان هياكلها. الباقيين ألفوا خايفين والوحش الكبير مستني ياخد صيده. لما لمس شاك بويتش الخوف خلاها تفقد عقلها وبتبول من الرعب وبتصرخ يا ماما. الوحش مسكها وبدأ يوديها لفمه، لكن ريحة غريبة خلت الوحش يزعل وباقي الوحوش بدأت تتعرق وتهرب كأن حياتهم في خطر. شاك بويتش ما كانتش فاهمة، ولما شمت ريحة وحشة فجأة ضربها وحش من ورا والحلاوة اللي معاها وقعت. خرج وحش طفولي مشوه وضربها من بعيد والحلاوة راحت عنده. البت قالته يرجعها لأنها لأمها وأبوها، لكن الوحش ده الحلاوة على طول وبلعها. شاك بويتش حزنت قوي، دي هدايا تعبها لوالدينها لكنه أكلها كلها. هي غضبت وضربته جامد، الحلاوة طلعت من بقه وبدأت تمصص وشه. الوحش رد بنفس الطريقة وبدأت المشاجرة بينهم تبان كأن ولاد بيلعبوا مع بعض. في النهاية الوحش استسلم وجري يبكي وشاك بويتش فرحت إن رجعت حلاوتها. الوحوش التانيين كانوا مدهوشين للي حصل وبدأوا يهربوا لما شاك بويتش عطست وهي ما كانتش فاهمة ليه. ادتها ثقة كبيرة وحست إن مفيش حاجة تخوفها. بدأت تجري تدور على أمها لكن فجأة حد أمسكها من ورا. سأل وحشين بعضهم عن شاك بويتش واعتقدوا إنها بنت رئيس الزنزانة وده خلعهم لأنها إنسان. قرروا ياخدوها معاهم. الوحش اسمها ديون، ولما دقت خدود البت ارتجفت وقالت إنها عايزة تروح لأمها. ديون تمثلت إنها مهتمة بس بعدين ابتسمت بابتسامة مش طبيعية وقالت هي تبقى ماما الجديدة. دلوها شوية تعذيب كده ورفيق إيلون سألها تسلم البت لأبوهم، بس ديون أصرت تحتفظ بيها لنفسها. الوحش الماجن لبس رداء قال لهم إن مهمتهم يرجموا رئيس الزنزانة وأكله ولازم يسلموا البت اللي عنده عشان تعمل له وجبة. ديون قالت إن هي اللي لقت البنت، فبدل ما تسلمها لازم على الأقل تاخد دراع منها. شاك بويتش كانت خايفة جدا والوحش الماجن بدأ يسيل لعابه من فكرة أكلها. البنت رجت من الفزع وكل اللي كانت عايزاه إنها تلاقي أمها. قررت تدور على حل، ولما تدوش الوحوش التفتوا لبصة تستغل الفرصة وركضت بسرعة. الوحوش ضحكوا عليها في البداية بس بدأوا يلاحقوها بخطط شريرة، وأثناء المطاردة لقوا مجموعة من الوحوش الخايفة وشاك بويتش دخلت وسطهم تختبئ. الوحش الماجن بدأ يقتل الوحوش في طريقه وديون كمان شقت من الوحوش بزوابعها. شاك بويتش ركضت واختفت في الظلام، قفلت ورا عمود تخبى، لكن وحش تمسك بيها وقال لها تعالى تبقى عيلتنا. البت كانت خايفة لدرجة إنها كانت ممكن تقع مخشية عليها. خوفها خلى إصبعها يتغير لوحده، لما حركته قطع يد الوحش. الوحش تألم بتأثير الألم اللي معاها وكانت اللحظات الأخيرة ليه مؤلمة. شاك بويتش ما فهمتش اللي بيحصل
وشافت أصبعها. ديون كانت بتاكل وحوش ومش عارفة فين رفيقها الماجن، وكانت متعصبة لفكرة إنه ياكل لوحده. ديون كانت عايزة تبقى هي اللي تاخد قطعة من الجلد الطري ده. ريحة وطعم جلد البنت خلاها تسيل لعابها، لكنها ما طولتش شوية، لأن أم الوحش وصلت وغضبها وصل للحدود. الست الوحش شافت ديون وهي بتتخيل تاكل بنتها، وده خلاها تغضب بشدة. تخيل بس رد فعل ديون. الوحش الماجن الموجوع كان لسه بيتألم زي النار مولعة في إيده، وصراخه ملأ المكان، والبت الصغيرة كانت خايفة جدا. لما الألم زاد عليه قوي قطع إيده عشان يخفف الوجع. اليد وقعت على الأرض، وبالرغم فقدانها إلا إنه اتحرر من الألم، بس ظل غاضب من البنت وعزم ياكلها، عايز ينتقم. قبل ما يبدأ حد ضربه بقوة في ظهره، والطردة ديت كانت شنطة جومدول. شاك بويتش التفتت وشافت أبوها غاضب ماشي ناحية الوحش اللي مسها. الأب لما شافها طمنها واعتذر لأنه أكيد كانت خايفة، وبعدها لاحظ إن إصبعها اتغير وسألها، لكنها فضلت تبكي وقالت إن أمها اتقبض عليها وحوش. الوحش ده رجع واقف وإيده بتكبر تاني ومستعد يهاجمهم، لكن لما شاف الأب بيرتب شنطته بهدوء ويبص عليها ويقول لها تقف وراه استغرب جدا. وبدون ما يلاحظوا الوحش اندفع عليهم بسرعة، لكن جومدول رماه بحجر على وشه والحجر ضربه جامد. الأب ما بطلش، مسك حجر تاني عشان يكسر وش الوحش. الوحش اندفع وجومدول رماه الحجر بسرعة البرق، لكن الوحش قطع الحجر بإيده في نص الطريق. بس الحجر كان مجرد تشتيت، وراها كان في عدد كبير من الحجارة نازل عليهم، والوحش بالكاد قدر يدافع. جومدول مسك نفسه واستمر يرمي الحجارة واحدة ورا التانية، كل ضربة أقوى من التانية. كان مركز إنه يحول الوحش لردة بسبب ما عمله لبنته الغالية. لما خلص الحجارة الوحش مسك جومدول بقوائمه وصعب على الأب يتحرك. الوحش سعيد جدا وفكر إن جومدول خلص وعملوا لعبة سهلة. زود قبضته على رقبة جومدول وخلاه يعاني عشان يتنفس. الوحش استمتع وهو شايف ضحيته بتعاني، لكن فجأة حس بقوة غريبة ورا ظهره. قبل ما يحس حاجة هيرا قطعت إيده الوحشة. راس الوحش كان بيتعرق وفهم إنه اتخبط جامد. هيرا كانت شكلها مخيف وقالت للوحش يستعد للوقوع. الوحش بدأ يهرب وهيرا لحقته بقوة واحدة. كان مبارزة ضارية. لما الوحش حاول يضربها بأذرعها هيرا قطعتهم كأنهم ورق. الأب اتفرج مذهول، مش مصدق إن هيرا قنصت الوحش بفأس وبقت تهزم وحوش كتير قبل كده. حس إنها مش واحدة عادية، دي وحش قوي جدا. في نفس الوقت الوحش فكر في موقف مع ديون. كان في وحش غريب قال لهم إيه الفرق بين الوحوش والبني آدمين. ديون قالت إن الوحوش أغبياء والبني آدمين مش كده. الوحش الغريب أيد كلامها وقال إن البني آدمين أذكياء وسريعين في التكيف بس ضعاف. الوحوش أقوياء لكن بيتصرفوا بغريزة بس. الوحش قال إنه هو وديون مش ضعاف زي البني آدمين ولا أغبياء زي الوحوش، هم عندهم قوة الاتنين مع بعض، مش نازل يلعب معاهم. دي بتخليهم النوع المظبوط عشان ينجوا في العالم ده. حسب كلامه الناس اللي زيهم من قبيلة آكلة لحوم البشر هم المختارين. بيقول لديون والوحشان يكونوا فخورين ومقدرين كده. الاتنين وثقوا، والوحشان حتى نادى الوحش القبيح ده ببابا، شكلها الوحش الأب الكبير. الأب أمر الاتنين ينزلوا طفل سيد الزنزانة وهو نفسه هيروح على سيد الزنزانة. في الوقت الحالي وسط القتال جاء لاحظ الوحشان هيحاول يتحرك بشكل خفي، فبلغ هيرا بسرعة والدنيا على حسها وهبطت عشان تتفادى الضربة، وبعدها قصت في بطن الوحشان بقوة خلت الوحش يتراجع. بس حتى بعد الضرب ده كله الوحش متأكد إنها مش هتقدر تهزمه، زي ما أبوه قال هو المختار وهي مش هتقدر توقفه، وهو بيشفي نفسه بيأكد إن الكل هنا هيموت. بعدها انطلق ناحية هيرا، لكن هيرا ثابتة مكانها، شكله ما عندهاش غير إنها تواجه الوحش ده وجها لوجه. قبل ما يحصل أي خراب المشهد اتغير. ماما الوحش بتقطع في ديون من غير رحمة. ديون متلخبط لما شاف إن ماما الوحش عينها صفرة زي أبوه، بس ليه بتهاجمه كده؟ مش بس كده، ماما الوحش قوية جدا، وديون اكتشف الكلام ده على أعصابه بعد ضربة واحدة ترك الدم ينزل من فمه. ديون قرر يبقى جدي ومستعد يشوف قدرة ماما الوحش. عضلاتها بدأت تتحول لتشبه أذرع حشرات وطولت وكبر حجمهم. رمى أذرعه على ماما الوحش. ماما الوحش ما كانتش سهلة، جمعت طاقتها في إيديها وقطعت كل الأذرع اللي جاية ناحيتها. واضح إن ديون بيعاني عشان يواجهها. ماما الوحش طلعت طاقتها زيادة. مهما حاول ديون يهجم بأذرعه ماما الوحش بتتهرب يمين وشمال، وده بيزعل ديون أكتر. الهجوم والرد فضل مستمر وماما الوحش بتزيد السيطرة شوية بشوية. في لحظة قربت ماما الوحش من ديون وخيط من أذرعها الحادة كان على بعد سنتيمترات من وجهه، بس ديون ما قدرش يفلت الضربة فحط إيده قدام وشه على الأقل ينقذ نفسه. القتال ده أضاع منه كتير وبقى بالكاد قادر يقف. ماما الوحش واقفة هادية كأنها متلخبطة. الأسوأ بالنسبة لديون إن الجرح اللي ماما الوحش سابته مش بيتعالج، مش حاسس بيه أصلا. في البداية ما لاحظش، بس بقى واضح إن كل جروحه من المعركة مش بتتعافى. افتكر يمكن ماما الوحش مستخدمة سم، بس الوقت فات على ديون عشان يفهم ده، وكل اللي يقدر يعمله إنه يرتعش، مش قادر يعمل حاجة. في وضع حياة أو موت قرر يستخدم آخر ورقة في إيده.
بسرعة بيتمزق دراعه المصابة اللي مش بتتعالج ويفصل إيده المصابة عن جسمه، وبعدين اندفع على ماما الوحش كأنها قطة غضبانة. ماما الوحش ضايقة جدا، مفيش وقت لعب عيال، عاوزة تلاقي تشاك. قررت تخلص من دايون على طول، لكن دايون قربت ورشت الدم اللي طالع من إيدها المقطوعة، والدم مسكر عينين ماما الوحش. الوحش الجبان ده بدأ يهرب بأقصى سرعة. أول مهمة ليها دلوقتي إنها تحارب رفيق الوشحان تشان، لأنه معاه ممكن يبقى ليها همل. لكن تشان نفسه بيتألم على إيد هيرا، وخسروا كل أعضائه، مش قادر يعمل حاجة تفرحه. دايون بيجري بأقصى سرعة، بيناغي تشان، لكن واضح إن ماما الوحش مش ناوية تسيب الوحان بسهولة، وهي مش هتتراجع إلا لما ترجع بنتها اللي بتعتقد إنهم خطفوها. المشهد بيرجع للوشحان تشان اللي جسده مليان كدمات ونفسه مجروح أكتر، لأنه مش قادر يتقبل إنه بيتخبط من إنسان ضعيف في نظره. هيرا قايله له واضح على وشه الحيرة، وهي متأكدة إنه بيتساءل إزاي بشر أضعف منه يقدر يبقى أقوى، لكنها بتركله الحقيقة الصعبة إنها مش أضعف منه. وبعدين بترد عليه راسه بعنف، وبتسمع صوت مش لطيف صدى في المكان. المفاجأة إن الصوت ده مش من راس هيرا، ده صوت الوحش لما اخترق صدره بإيده. شايف إنه يموت بإيده أحسن له من يموت على إيد ست زي دي، متأكد إن أبوه مش هيسيبها تعيش بعد ده، كده بيخسر حياته قدام الكل. دايون دخل المشهد، بيدور على تشان، وبيقع قلبه لما يلاقيه ميت. قبل ما يقدر يستوعب، ماما الوحش لخبطت ظهره بضربة قاتلة خلت دايون يتوقع النهاية. تشاك بات فرح لما شاف أمه، وزولها باين عليه إنه ريح، لكن وجوههم اتغيرت لما شافوا هيرا بتجري على ماما الوحش بيجري العدو. ماما الوحش متلخبطة مش عارفة هي مين الست دي، لكنها أخدت مضعية جاهزة عشان تتصدى للتهديد اللي جاي. جال مسك هيرا بإيديها بشدة وقال لها ما تفكرش تلمس مراته حتى. هيرا بتحاول تفلت، وماما الوحش متفاجئة بوجود جال، وبتسأله ليه جه رغم إن قالوا لها تستنى بره. جال بيقول لها لما عيلتك في خطر ما ينفعش تقف مكانك. جال بيشد هيرا، وتشاك بات بجري بأرجلها الصغيرة لحد ماما الوحش. بتفكر أمه إنها حاولت تهرب من الوحش زي ما قالت لها. شكل بنتها زي كده جاب دموع لماما الوحش، واحتضنوا بعض بحب، ونور المكان كله من الدفى ده. حتى جال ما قدرش يخفي مشاعره، وكان قريب يعيط، وده خلى هيرا تبقى مش مرتاحة. وسط العناق، هيرا لاحظت إصبع تشاك بات المتحول، وده خلى غضبها يوصل للسما. قامت تعيط على الأهل بتاعتها، بتلومهم إنهم مهملين في بنتهم، وإن إهمالهم عمل حاجة فظيعة. مش بس كده، مش واخدين بالهم من التغيير اللي حصل لبنتهم. الكلام ده زود غيظ هيرا. في اللحظة اللي كانت بتقول لها، جيم دول دخل وقال لهيرا ما تسمعش الكلام ده، الغلط كان منه من الأول، فبلاش تبص على مراتي كده. بس ماما الوحش سكتت جيم دول واستخدمته كترجمة، وقالت لهيرا شكرا من قلبها لأنها أنقذت حياتها، واعترفت إن كل اللي حصل لبنتها غلطتها. بعد ما ياخدوا حاجات لازمة هيروحوا قرية الأمل عشان علاج بنتها، ووعدت هيرا إن في مستقبل في انتظارها مكافأة كبيرة على طيبتها. وأخيرا سألت عن اسم هيرا، وهي ردت بسرعة وقالت إنها صاحبة تشاك بات. طبعا سكت الأب والأم، الست دي شكلها أكبر من إنها تكون صاحبة بنتهم. ماما الوحش سألت البنت الصغيرة إذا الكلام ده صحيح، والبنت فرحت وردت بإيجابية. جال استغرب وسأل البنت إزاي قدرت تخبي حاجة زي دي، والبنت اعتذرت وشرحت إن هيرا طلبت منها ما تقولش لأي حد، وفضلت تأكد إنها مش وحشة. الأهل كانوا عايزين يعاتبوا البنت، بس سكتتهم هيرا، قالت إن الغلط منها هي لأنها طلبت من تشاك بات تخبي، وبما إن مفيش حاجة وحشة حصلت، مفيش داعي للقلق. وبعدين رجعت للموضوع الرئيسي، وقالت لهم يركزوا في جمع العدة بدل ما يضيعوا وقت في كلام فارغ. بدأت تخرج والبنت تبعها وراها. ماما الوحش فكرت بصمت في إن هيرا هي اللي أنقذتها من الخطر لما هزمت الوحش الكبير زمان. وبعدين سألت لزوجها، وبالعادة استخدمت جيم دول كترجمة، وسألت هيرا هي مين بالظبط. هيرا ما ردتش فورا، ولما ردت قالت إنها مجرد صاحبة تشاك بات ومفيش أكتر من كده. وساعتها قالت لهم يسرعوا، مفيش وقت يضيع. واحنا ماشيين شفنا دايون، واضح إنه لسه عايشة رغم كل حاجة. فريقنا ماشي لقدام بيقطع الزومبي يمين وشمال، وبعدين وصلوا لمخزن مليان حاجات. تشاك بات وأبوها فتحوا صندوق بعينه وانبسطوا على اللي لقوه، كمية كبيرة من الحاجات المليانة طعم اللذاذة اللي تفرح أي حد. الأب حط كل الحاجات دي في شنطته، متأكد إن ده هيكفي يعالج بنتهم. ماما الوحش واقفة وراهم ساكتة، مخها مشغول بسؤال هيرا مين هي بالظبط. هي عارفة إنها مش أي حد عادي عشان قتالها ممتاز، وما بتنكرش إن تشاك بات لسه عايشة بفضلها. لكن في حاجة غريبة وغامضة فيها، مش قادرة تحددها. طريقة مشيتها وقفتها في القتال وحتى هدوءها كله مريب. بس مهما حاولت ماما الوحش مش قادرة تحط إيدها على السبب. بعد ما جمعوا الأدوات كملوا الرحلة. تشاك بات مبسوطة وهي بتطلع على ظهر أبوها. فجأة ماما الوحش حست بحاجة غريبة جوه النفق، وفجأة وقفوا كأن في حاجة كبيرة سدتهم. من العدم إيدين كبار طلعوا فجأة واضطروا يجروا عكس الطريق. الحاجة دي سريعة جدا ومش قادرين يهربوا منها،
والأسوأ شافوا مجموعة وحوش واظبين على الطريق، بس الحظ معاهم، الوحوش دول كانوا خايفين من اللي بيجري وراهم زيهم، فلفوا وهربوا. وهم بيجروا جوه النفق شافوا مفترق طرق ومش عارفين يمشوا فين. فجأة الإيد الكبيرة عدت جنب أيسر جال وسدت الطريق اللي شمال. قالوا خلاص مفيش قدامنا غير الناحية التانية، وجال متأكد إن مخرجهم قريب. الكبير الإيد استمر يلاحقهم لكن قدروا يطلعوا أمان. المشكلة إن المكان اللي وصلوا له مليان وحوش أكتر، والأسوأ إنه طريق مسدود. دلوقتي فاهمين ليه سيد الزنزانة سد الطريق التاني. الاتنين وقفوا مستعدين يواجهوا الخطر اللي قدامهم. المخلوق اللي قدامهم مش بس مقرف، لكن كمان أقوى بكتير من الزومبي العادي. الحاجة اللي مخوفة أكتر إن عيونه صفر، وده معناه إن الوحش واعي ويقدر يتحرك حسب إرادته. المشهد رجع للماضي، شفنا جسم وحش غريب كان دان بيسميه بابا. واضح إنه استولى على جسم سيد الزنزانة والبدأ يمتص الفيتامينات اللي فيه، وشايف إنه مش هيحتاج جسم جديد قريب. وهو ماشي بيفكر في ديون والوشحان وبيتساءل فين هم دلوقتي. لما شاف ذراع دان تبع الأثر ولقى الوحشان وديون مرميين على الأرض، بس ديون لسه عايش رغم إصابته الخطيرة. قرب منها وسألها مين عمل كده. ديون فكرت إنه سيد الزنزانة بنفسه، بس أبوه صحح وقال لها تشرحي مين اللي عمل كده. ديون بسرعة قالت إنه وحش بعين صفرة زي أبوه. رجعنا للحاضر، ماما الوحش عرقانة لما شافت وحش بعين صفرة، وسألها جيم دول لو بتعرفه. ردت لأ، مش متذكرة كويس. الوحش على الجنب التاني كبر أزرع قبيحة من رجليه، رغم إن ماما الوحش مش عارفة حاجة عنه. الوحش الأصفر ده بيعرفها وعاوز ترجع له الجسم اللي خدته منه. جيم دول سألها لو كانت خدت حاجة من الوحش، وماما الوحش مش فاهمة اللي الوحش بيتكلم عنه. الوحش مش متفاجئ إنها مش متعرفة في شكله الجديد، لكنه مش فارق معاه، ناوي يقتلها ويرجع جسمه. هنا هيرا بتتقدم وتقول لجيم دول راقب تشاكبات بس وما تتدخلش، هتتعامل مع الوحش مهما كان. قبل ما هيرا تكمل، ماما الوحش وقفتها وقالت هي ناوية تواجه الوحش. هي مش متأكدة لو هتقتله، بس هتحاول توقفه. عشان تعمل كده لازم تتألم جامد، وهي بتستخدم ورقتها السرية. ظهر لها أنياب حادة ولونها بقى أحمر، وأذرعها كمان طلعت إبرة حادة حمراء. بعد التعب الكبير ده هي تعبانة، لكن متأكدة إنها لازم تتحمل. جالت فتح بقه وشافها بتستخدم الورق السرية في القتال. واضح إن الموضوع جد. ماما الوحش بتهجم بكل قوتها على الوحش الكبير. في نفس الوقت وحوش أكتر بتبدأ تتجمع حواليهم،